السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الزول في الله وتحية كبيرة لكم الكل. كيما راكم معكم لطفي دوبل كانون، ان شاء الله تكونوا خير خاوتي. فيديو تحسيسي كالعادة، كلمة تاع خير، كلمة طيبة قبل المسيرة. هذا الكلام تاعي تعرفوه يا جماعة، مانيش مختص ولا سبيسياليست ولا سياسي، لا، هذا رأيي الشخصي. هذه بذرة تاع خير نحبوا ديما نهضروها بلا ما نسبوا، بلا ما نجرحوا، بلا ما نطيحوا في الناس، بلا ما نقولوا كلام رديء كيما نقولوا لا بديء. حنا يهمنا ننشروا حاجة تاع خير. غدوة المسيرة لازم تكون كالعادة سلمية متحضرة. الشعب كامل والعالم كامل شهد باللي الجزائري راهو سلمي، ورايحين حتى لبري نوبل. العالم كامل الصحف العالمية كتبت. للأسف الحكومة راهي تستفز وحابة تطيح الشعب في فخ العنف، حابة تبروفوكيك باش تضرب، حابة تنرفيك باش تعيط باش تسبها. ان شاء الله الشعب تاعنا وخاوتنا ما تطيحوش في هذا العنف. رانا ننشروا في رسائل الشرطة اللي قاعدين يقولوا يا خاوتي عودوا إلى رشادكم، رانا مش حابين نضربوكم، رانا مش حابين هكا، راهي الأوامر تجي من الفوق. ان شاء الله ما يكسروش يا جماعه هذاك التلاحم تاع الاخوه اللي بنيناه واللي تعاوننا فيه كل مع بعضانا. جي الشعب خاوه الامن الشرطي كل، للاسف حابين يكسروه. درك نحكيو علاه. يبقى السؤال الاساسي اللي انا محيرني يا جماعه، وعلاه خارجين غدوه وعلاه الشعب خارج؟ قال لك خارجين باش تطيحوا العصابه، ولاه العصابه مازالت ما راحتش؟ يا اخي الشعب قال روحي، يا اخي الجيش دخل في الدقيقه الاخيره وقال لكم دوك ندبر راسي. اجتماع الاركان يا جماعه والجينيرو كل اجتمعوا، قال لك سي بون دوك نقضيو عليهم، واليوم ما راحتش. هل هذه العصابه قويه لهذه الدرجه حتى الجيش ما قدر لهاش؟ حتى الشعب عاد يشوف باللي فينالمون الريزولتا ما كانش؟ ولا هل قضيه اخرى؟ خليك تجاوب على هذه، نخليك انت وحدك تخمم وتجاوب وحدك. هل العصابه قويه؟ بالعكس تقول لي العصابه ضعيفه. خلاص كيفاه ما قدر لهاش الجيش؟ خممها وحدك خاوتي وجاوبونا في الاسئله. المهم انا اللي حاب نجاوب عليه، وعلاه حكومه بدوي داروا للعنف، وعلاه قبل يا خاوتي ما كانوش يضربوا الناس، وعلاه دركا اللهجه تبدلت ولاو يهضروا عن بالكم. وعلاه سهله خلاص يا جماعه. في السبع سمانات اللي فاتوا يا خاوتي الشعب ضغط على الحكومه حتى ولات العصابه صغيره خلاص ضعيفه جدا، تلاشات هربوا تفتفتوا. الشعب ضغط في لقهم. الشعب بالسلميه والتحضر تاعو يا جماعه اعطاهم الحس، فكان الشعب اون بوزيسيون دو فورس، وكانت العصابه ضعيفه جدا يا جماعه. وكنا رايحين كما قلنا للربح، بقاو غير 20 يوم ولا 25 يوم ورايحين ندخلوا نتهناو من المشاكل والدواليب الدستور، نخشوا في حل سياسي عادي جدا. للاسف دقيقه على الاخر يا جماعه جا جماعه قال لك بالسيف ديروا الماده 102 قص علينا، لازم لهفونا يا جماعه وغيروا المسار. كي لهفونا جماعه بالك واش صار؟ الشعب اللي كان قوي زعما مازال قوي، شكون جاتو كيما نقولوا فايده من هذه الماده 102؟ هو السلطه اللي كانت فاسده، السلطه اللي كانت ضعيفه اليوم القوات اعطوها نفس جديد. السلطه اللي كان الشعب حاصرها وضاغط عليها اليوم راهي تنفذت صاي. الماده 102 منعتهم، الماده ما منعتش الشعب، الشعب كان منتصر. الماده 102 هذه اللي فرضوها والاقتراح راهو منحهم هما، كانوا ضعاف واحد ما سمع بيهم طيحين عليهم كرازيناهم. دركا نفس جديد طيحوا لنا 4 بوان في المقابله تاعنا كنشفاو 4 بوان يا جماعه كانوا عندنا ولاو عندهم درك بفضل هذا الهم تاع الماده 102 اللي ما كانش وقتها. بكري نورمالمون طبقوها، مي كي طبقوها درك عطاتنا الحس. وعلاه بكري يا جماعه كانت عندنا نقطه ملاحه، ما عندناش رئيس، كان بوان لينا حنا رابحينهم امام العالم، ما كانوش غايب. اليوم يا جماعه بفضل الماده 102 ولا عندنا رئيس. تحبوا ولا ما تحبوش شغلك كما يقول المصري، بصح قانونيا كان رئيس، الدستور حطه. هذه النقطة الأولى اللي خسرناها. النقطة الثانية اللي خسرناها خاوتي للأسف الشديد هو الدستور. كان معانا الدستور باللي المنصب هذا الشاغل، المنصب هذا السيد ما يأديش في المهام تاعو، دونك حنا على حق. المشكلة أنه هذه النقطة دركا راحت، الدستور ولا معاه، راهو نصبوه قانونيا، وهذا الرئيس حسب ما تحبوش هذا شغلك كما يقول المصري، بصح القانون يستعرف به. دونك الدستور راح لنا جماعة ولا معاهم يحميهم. الحاجة الثالثة مهمة جدا يا جماعة، الحكومة تاع بدوي. حنا وقت السمانات اللي فاتت يا جماعه كانت حكومه لا شرعيه، عينها رئيس ميت ما ينطقش الكاشي عند سعيد، هذه حكومه ما كناش نستعرفوا بها. اليوم هذه الحكومه ولات شرعيه، تحبها ما تحبهاش هذا شغلك، بصح ولات شرعيه كي حطوها في الجريده الرسميه. وكي صورتو عنصر مهم في هذه الحكومه هو النائب وزير الدفاع اللي هو سي القايد صالح، راهو مومبر في الحكومه، يعني ما يقدرش يكون مومبر في حكومه لا شرعيه، راهو مستعرف بالمنصب وقبل المنصب وقبل الحكومه واعترف بها شرعيه، يعني اعطاهم الشرعيه تاع الحكومه. انت راك تجري وراه حكومه معترف بها في المؤسسات الوطنيه كل من بينها الجيش.
اللي نحترموه، اللي نشكروه، اللي نقدروه، اللي نعترفوا به. دونك الحكومه هذه النقطه الثالثه ولات شرعيه. السمانه اللي فاتت كانت لا شرعيه، دركا ولات شرعيه. النقطه الرابعه اللي خسرناها خاوتي مهمه جدا وربما اهم نقطه، كان باقي لنا 20 جور وسي بون صاي تفض مده تاع بوتفليقه، فض خلاه نخرجوا من الدستور ندخلوا في حل سياسي. دركا جماعه ولاو عندهم قانونيا 3 شهور، كانت عندهم 20 جور ما عندهمش الوقت يكونوا نفسهم، دركا عندهم 3 شهور قانونيا. الماده 102 شفتوا كيف قواتهم، زادت لهم 3 شهور باش يعاودوا يهيكلوا العصابه، خاطر تفتفتت مع الحراك، خافوا هربوا وفقدوا الثقه. اليوم عندهم 3 شهور باش يعاودوا يخلصونا ويشريوا الميار والولات ويورغانيزيو انتخابات ويعاودوا الماشينه الدوره زيرو. شفتوا علاه الماده 102 قواتهم هما جماعه، ما قواتش الشعب الجزائري. الشعب الجزائري اليوم الصحه باللي السلطه صاي رجعت معنا الدستور، معنا الحكومه، معنا صاي القانون، معنا الوقت، درك سي بون، دركا الاطاك. من كنا حنا عقابهم دركا ولاو هما عقابنا. بصح معليش يا خالتي، تعلمنا دروس، حتى حنا ربحنا دي بوان، ما نفشلوش. حنا نعطيك في التشخيص تاع المرض اللي وصلنا له. الحاجه الاولى الدروس يا جماعه اللي راح نديوها من الخطا. الشعب لازم يثبت يا جماعه، دابور بالسلميه وعلى المطالب تاعو. مشينا في طريق ما نبدلوش، ولو غرونا ما نبدلوش. حاجه ثانيه ما نتفرقوش، معليش، ولو هذا يمن بالقايد وهذا ما يمنش بالقايد، معليش يا خاوتي، نبقاو خاوه، نبقاو مصيرنا هو الجزائر. درنا اكسبيريونس، غيرنا الطريق، خسرنا ورجعنا لورا نفس المطالب، نطالب باستقاله الرئيس ونطالب كذا رجعنا لورا. بصح معليش، اليوم راهم يخوفوا فينا بالعنف، مش لازم نطيحوا في العنف. الحاجه والنقطه القويه في الحراك باش ما تفشلوش يا خاوتي، الشعب برهن باللي قادر على العصابه، خليوه برك. الشعب ضغط قريب قضى عليها حتى نجاو منعوهم بالماده 102. الشعب كان قادر راح يعطيهم، الله غالب غلطونا وما نلومش الناس اللي غلطوهم واللي اليوم كل رجعوا في كلامهم وقالوا عندهم الحق. كنا نورمالمون طبقوا 102 ويستقيل بن صالح، فتقول له لا 102 ما تقولش استقيل. اليوم فهمنا، تعلمنا درس باللي الشعب راهو قوي، راكم قاويين، تعاودوا الضغط، معليش كيسيون دو طون، اصبروا خاوتي، اثبتوا يا خاوتي. الطلبه اللي كيما شفتوهم نهار اللي ضربوهم وبقاو ساكتين ويحلوا ظهرهم ويقولوا لا سلميه سلميه، اديو اكزامبل على الطلبه جا معطوا بيه الجيش كيف كي كانوا يضربوا فيهم يقولوا الزملاء ضربونا، معليش مرحبا. اثبتوا يا خالتي، اثبتوا. النقابات، المحامين، راهم كل دركا انكشفت الورقه، هل 102 هديه والاقتراح منع الشعب ولا منع السلطه؟ السلطه عاودت تجدد، السحوفها ما زالت. اثبتوا يا خالتي، راكم قاويين كيما زعزعتوهم بالسلميه، اثبتوا يا خالتي، زيدوا زعزعوهم بالسلميه. امل كبير، ما تفشلوش، راهم خايفين منكم، بقى لهم غير العنف. صحيح الاوراق كشفت شكوني معانا شكوني معاهم، عاد باينه، ما تتفلسف لي لا والو، ما تقول لي لا والماده والقانون ما كان والو. يا جماعه حابين بركه يعاودوا هيكله العصابه. الشعب فاق الحمد لله، تبقى بالسلميه. الناس اللي ننصحهم انا ان شاء الله، الجيش تاعنا اللي نحترموه والشرفاء، انتم رافقوا بركه الشعب، ما تتدخلش في مشاكله، سينو حتزيد تخلطنا وتزيد تضيع لنا وقتنا. كيما انت مشك سياسي، اقعد اكوتي، احمي الوطن، احمي الشعب اذا ضربوه، ما تتدخلش في السياسه لانك مش اهل لهذا هذا الميليو حسب ما قالوا المختصين مش انا. خالتي نتمنى غدا تكون مسيره سلميه. نسلم عليكم وكل رانا نتبعوا في الاحداث ورانا على المباشر وقلبنا راهو متعلق بكم. بارك الله فيكم والسلام عليكم.